يا اهلا، تعالوا بقول لكم. انا قلت بقى لازم اعتمد على نفسي، وكفايه بقى قردره يا سندوره يا اموره، واعملي حاجه بقى في البيت. عايزين نشوف خبراتك، عايزين نشوف مجهوداتك. حبيت بس اقول لكم، هوريكم انا عملت ايه للبنوته دول. على فكره لو اوردرتهم من الويل مارت او من اي حته سعرهم مش هيبقى الطف حاجه. عايزه اقول لكم ان انا جبت كيس الشوكولاته الواحد بدولار ونص، والكيس البقسماط ده يعني مش هقول لكم بقى بريتلز وبريتلز، بقسماط مشي حالك، بقسماط بقسماط. جبته كمان هو كمان ب2 دولار، يعني الموضوع كله كلفني 5 دولار. ماشي، تعالوا بقى اوريكم 5 دولار هتطلع منها قد ايه. خلاص، جيت اول حاجه الشوكولاته دي على فكره من قسم معين في الويل مارت، مخصص للحاجات بتاعه الكلام ده كله، يعني هبقى اصور لكم بعد كده القسم ده تعرفوه. دي مش وايت شوكليت وانا حاطه عليها، انا مشتريها بالالوان دي، وزي ما قلت لكم صدقوني كنت مشتريها كيس بدولار ونص. خلاص، رحت سيحتها عادي جدا في الميكرويف. عايزه اقول لكم انه تسيحتها سهله جدا. انا حطيتهم في الكوبايات قدامكم، وحطيتهم بالظبط في الميكرويف دقيقه. بعد الدقيقه رحت جبت خله كده ورحت قلبتهم ساحوا على بعض عادي. ومحدش يقول لي ما تعملوش زي نعمه قالت لي هو دي جندر باري وانا ما اعرفش ولا ايه. ابدا والله، الموضوع جه بالصدفه البحته. يعني انا لقيت اللونين اللي موجودين ازرق وبينك، اقول لا اجيب 2 بينك؟ ابدا، اجيب بلو بينك. واللي عايز يفهمني غلط يفهمني غلط، مش فارق معايا. وزي ما انتم ما شايفين رحت سيحتهم، عملت البينك الاول وبقيت اغطس كده فيها، يعني يا دوبك ابين حاجه كده بسيطه. وعايزه اقول لكم انه ريحتها كانت فظيعه. يعني احنا ما كناش اصلا مصدقين ان هي مش بالفراوله، ريحتها كانت فراوله جدا، بس هي كان مكتوب عليها الفليفر بتاعها بالفانيليا. نيجي بقى نعمل البلو، وعايزه اقول لكم كمان انه السبرينكل البينك اللي انتم شفتوه دي حبات سكر متلونه، بتتباع في الويل مارت ب 122. والكيس اللي انتوا هتلاقوني بحط بيه على اللون الازرق، انا كنت على فكره فاكراهم الاتنين موف بس طلع ازرق. يعني عارفين، ده عيب انك تشتري حاجات على اوقات متفرقه. اشتري كل حاجه حلوه وانتي مره واحده كده، عشان احنا بننسى الالوان والالوان بتدخل في بعض. يعني شايفين، او ده المفروض كان يبقى بيربل عليه بيربل، لكن بقى بلو عليه بيربل. مش هرميه. المهم الكيس ده على فكره بحوالي 98 سنت. يعني المهم قلت ايه بقى اخترع، والمفروض اصلا تبقى الحاجه مفلطحه شويه كده وقصيره. قلت احط لهم فراولايه، العيال كانوا قاعدين قدامي هياكلوني حرفيا انا والبقسماط. يعني بجد يعني كنت عايزه اسد جوعهم باي طريقه. بس ما تقلقوش، النتيجه هتعجبكم جدا في الاخر. وعايزه اقول لكم ان انا من موقعي هذا عيله جدا، وكل سنه اقول مش هعمل اعياد ميلاد وماليش دعوه بالكلام ده كله، الاقي نفسي اول ما عيد الميلاد يهل عليا امسك التليفون واروح اقردر، واروح على الويل مارت واروح اقردر، وكل الافكار حرفيا بتستحضر في مخي. يعني انا نفسي في مره واحده كده ابقى ست مصريه شقيه قويه، واقول انا مش هعمل يبقى انا مش هعمل. يعني انا مش صدقت نعمه لما قالت انا ام يويو. انا فعلا بقول كلمتي وبرجع فيها، بقول كلمتي وبرجع فيها. المهم عايزه اقول لكم على حاجه برضو، ان انا عملت اختراع الذره اللي قدامكم ده، وطبعا كان البيج بوس مش موجود، لان هو الصراحه مش هيقدر مجهوداتي اللي انا بعملها. يعني انا كل اللي انا بعمله ده عشان اوفر لهم. طبعا هيقول لي ايه اللي انت بتعمليه ده، ووفي يعملي لك لفتين جلاش احسن من اللي انت بتعمليه، او اعملي لنا شويه صينيه كنافه ترم بينا عضمنا، او اقول لك على حاجه اضربي لنا شويه رز بلبن في الخلاط. لكن طبعا هم مش مقدرين الكلام ده كله. الكياس على فكره اللي انا بعبي فيها قدامكم دي البقسماط ابو شوكولاته، ها، المصري هيفضل طول عمره مصري امانه الله ابدا. المهم الكيس دي على فكره كانت رخيصه جدا، كانت بدولار. يعني بص يا ابو العيال، انا بقول لك الاسعار في اللايف ده مش عشان انا بخلي متابعيني يعملوا زيي ابدا، عشان اوريك انك انت معاك ست مصريه شقيه قويه، عرفت تعتمد على نفسها وعملت البقسماط ابو شوكولاته اللي بيبيعوه بقد كده ده. ايوه ايوه، ده انا بص، اسكت على اختراعاتي، هبهرك الفتره الجايه هبهرك. شايفين عامله نفسي فيها فنانه سالي فؤاد في نفسي. شايفين عوجة الراس دي، انبهار بالاختراع اللي انا عملته. يعني بصوا بجد، بصوا عايزه اقول لكم والله العظيم عجب العيال جدا يا ولاد، والله بجد. انا كنت اي عيل بشوفه ماشي في العيد ميلاد معاه البقسماط ده كنت بتبسط جدا والله العظيم. يعني حاسه ان انا كده رسمت البسمه على شفايف العيال الامريكان اللي هم نصهم امريكان ومصريين. عملت اختراع يعني. انا عايزه اتسجل بيه في موضوع جينيس، او يدوني عليه مثلا جايزه اوبل. المهم نكمل. تعالوا بقى هقول لكم علب الكاندي. علب الكاندي دي انا على فكره اوردرتها من شي ان، اقصد تيمو، ام سوري معلش، المواقع الصينيه كلها داخله في بعض.
وطبعا زي ما انتم عارفين ان انا كنت عامله لها العيد ميلاد عباره عن كل الكاركترز البرنسس بتاعه ديزني، فدول انا لقيتهم كل فستان فيهم على شكل فستان من البرنسس بتاعه ديزني. على فكره ما كانوش غاليين خالص، يعني انا مش عايزه اقول لكم انا اخدتهم بكام لان انا خدت عليهم كوبون، بس هم ريجلر برايس في تيمو ال 12 واحده ب 3 دولار. عايزه اقول لكم لو عايزين اللينكات هحطها لكم، عملت لها كمان بانر عليه اسمها هنزله لكم، برده كان في حدود ال 8 دولار برده من تيمو. يعني عايزه اقول لكم بس المشكله بتاعت المواقع دي ان لازم تقدري بدري. عايزه اقول لكم يا اولاد ان انا كان نفسي المهم كلهم واحطهم في النيش والله، بس خفت العيال يزعلوا مني. بصوا شايفين شكلهم بامانه، شايفين عينيا، بصوا كده على عينيا والله العظيم انا طلعت كل الطفل. انتوا فاكرين انا بعمل عيد ميلادي عشان خاطر العيال؟ لا 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 لا، دي عشان خاطر انا. انا بشفي فيها غليلي. بصوا بصوا الدريسات كانت قاعده قدامي جوجو لقلبي، احلى بوزه على جوجو، وبامانه ساعدتني البت يا عيني، فطست مني في البقسماط وفطست مني في الجوري باجز وفطست مني من كل حاجه. طبعا الكاميرا وقعت مش مشكله. نيجي بقى للجوري باجز بقى. لو عايزين افكار للجوري باجز انا ممكن انزلها لكم واقول لكم انا حطيت لهم ايه. انا حطيت لهم اللي هي النوتة اللي بالسكراتش دي، ومعاها المسطره بتاعتها عليها اشكال، دي بابلز، وكمان الستيكرز دي جايباها من امازون حلوه جدا، وطبعا الكياس برضو من تيمو. رحت اشتريت لهم شويه كاندي كده حلوين قطاقيط وعملت لهم بيهم بص يا ابو العيال، برضو انا عايزاك تكتب اسمي في جايزه، انا عايزه اخد جايزه اوبل او جينيس، اديني اي حاجه يعني، انا عايزاك تحس بيا، افتخر بيا، افتخر بيا. خلاص هكمل لكم طبعا بقيه العيد ميلاد، وكل سنه وانتم طيبين. اتمنى الفيديوهات اللي انا بعملها يمكن تديكم افكار لاعياد ميلاد عيالكم. برضو مهما تكونوا فاكرين الحاجات دي كلها صدقوني هيبقى ارخص من انكم تعملوه تشك تشيز او الحاجات دي كلها، المبالغ تو ماتش. فاتمنى تكون الفيديوهات دي بتعجبكم، واتمنى ان انا اكون وصلت لكم حاجه. بحبكم جدا من كل قلبي، واشكركم جدا على كل كلامكم الحلو. بصوا لا تحفه